الفيديو ده بقى اقسم بالله من اغرب الفيديوهات اللي هتعدي عليك في حياتك كلها عن عقلية جمهور نادي الزمالك. تعال نسمع مع بعض. الكابتن امام عاشور، يا كابتن امام انت بتهين جمهور نادي الزمالك، تنفخ بالونه بيضه وبتحطها تحت الجزمه بتاعتك. على العموم لو انت كان قصدك كده وبتهين جمهور نادي الزمالك وبتهين ناديك القديم اللي علمك يعني ايه كوره ويعني ايه تمسك فلوس في ايدك، فربنا ينتقم منك وربنا يبطلك الكوره ان شاء الله بامر الله. لا حول ولا قوة الا بالله يا راجل، ده انت في لحظة مفيش مسلم ما بيتمناهاش، اللي انا اقف قدام بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت الله الحرام، وانت مستني اللحظة اللي انت تروح فيها علشان خاطر تدعي على واحد لمجرد اللي هو نفخ بالونه وحطها تحت رجله. ايه الغل ده؟ ايه الغل ده؟ الواحد بينسى الدنيا. ما هو معنى اللي انت ما نسيتش الدنيا في اللحظة دي وافتكرت الموضوع ده، معناه اللي انا عامل لك وجع جامد، الاهلي عامل لك وجع جامد، وخاصة امام عاشور. انا مش لاقي كلام اقوله اقسم بالله. يا راجل ادعي لابوك، ادعي لامك، ادعي لاهالينا، ادعي لنا ربنا يصلح حالنا، ادعي لاصحابك، ادعي لاهلك، ادعي للناس اللي في غزه وفي فلسطين. مش رايح تدعي على واحد لمجرد ديكوره وحته جلده في الاخر، اهلي ولا زمالك. الله يسامحك يا اخي، ربنا يديم عليكم عقلكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له.